اوقات كتير بنحس ان احنا مش حابين نقرب لاي حد، حتى اقرب الناس لينا، وبعد ما نفوق نكتشف ان علاقتنا باللي حوالينا اتهزت، صعب ترجع زي الاول. علشان كده حاول ما تفكرش في اللي فات، ومهما اتكسر فيك حاجات حافظ على اللي جاي. 5 نصايح هتفيدك لضمان علاقة سوية مع الاخرين. لازم تعرف ان علاقتك باللي حواليك قايمة على الحدود اللي انت وهم حطيتوها لبعض، ومهما كانت درجة قربكم لبعض لازم تعرف ان لكل انسان خصوصيات ما بيحبش يتكلم فيها الا مع نفسه. وعلشان كده لو لقيت شخص مش حابب مثلا يتكلم، او في مشوار معين حابب يكون فيه لوحده، او حتى عرفت من بعيد ان عنده مشكلة معينة بس هو مجاش قالك عليها، في الوقت ده اوعى تروح تتكلم معاه فيها، لانه ببساطة ممكن ما يكونش حابب يتكلم معاك فيها. طول ما انت شايف ان كل الناس ملايكة هتفضل تتخدع في ناس كتير، وان كان مش من الصح انك تشوف كل الناس سيئة. كل اللي عاوز اوصله لك هنا ان الناس بتتغير، فممكن تلاقي اقرب حد ليك كان بيتعامل معاك كويس وحصلت له حاجة معينة غيرت فيه وفي شخصيته حاجات كتير، وهنا ممكن تلاقي اهتمامه مبقاش زي الاول معاك. في الوقت ده بلاش تصدم، لان احيانا بيكون الموضوع خارج عن ارادته. ممكن اللي انتقدته النهاردة ينتقدك بكرة لحد ما يحس انك اتغيرت، سواء بارادتك او من غير. مهم جدا وانت بتتعامل مع اللي حواليك انك لما تغلط تراجع نفسك وتعترف بالغلط ده علشان ما يتكررش. مش عيب انك تعترف بغلطتك، بس العيب انك تفضل متمادي فيها، لان تصميمك ده هيخسرك كل اللي حواليك، ومش هتعرف تكمل معاهم طول ما تفكيرك قايم على انك شخص صح عمره ما بيغلط. بالاضافة ان طريقتك دي هتحسسهم انهم مش فارقين معاك. مش معنى انك عرفت اشخاص كل اللي بيهمهم من اللي قدامهم مصلحتهم وبس انك كل اللي هتعرفهم بعد كده هيطلعوا زيه. فحاول تراجع نفسك وتعرف ايه الاخطاء اللي ارتكبتها معاه علشان ما تتكررش تاني. مش معنى انك عرفت اشخاص كل اللي بيهمهم من اللي قدامهم مصلحتهم وبس ان كل اللي هتعرفهم بعد كده هيطلعوا زيه. فحاول تراجع نفسك وتعرف ايه الاخطاء اللي ارتكبتها معاه علشان ما تتكررش تاني. لازم تعرف ان كل تجربة هتدخلها هتفيدك بشكل كويس لما تيجي تتعامل في حياتك بشكل عام. بمعنى تاني هتكون عرفت ازاي تتعامل صح، وايه الحدود اللي المفروض تبقى في علاقتك علشان ما تكررش اخطائك اللي قبل كده. اللي يخليك تستمر في علاقة وانت عارف انها بتتعبك اكتر ما هتفيدك. مهما جيت على نفسك مش هتعرف ترضي اللي قدامك، لانه دايما هيكون شايفك غلطان. مع كل مرة بتيجي فيها على نفسك هتفضل تخسر فيها حاجات كتير لحد ما توصل لطريق الموجود فيه حد تاني غيرك، وساعتها لازم تعرف ان الغلط هنا منك مش منه هو، لان مستحيل هو يهتم بيك او يراعي مشاعرك وانت نفسك ما بتهتمش بيها.